مرحبا بكل متابعينا. في فيديو اليوم سنستعرض لكم مجموعة من الأخبار الرياضية المهمة التي حدثت في الفترة الأخيرة، من مفاوضات انتقالات اللاعبين إلى استعدادات الأندية للموسم الجديد، فتابعوا معنا. أول خبر معنا اليوم يتعلق بمهاجم الأهلي المصري وسام أبو علي، الذي كان محط أنظار العديد من الأندية العربية في الفترة الأخيرة. وفقاً لتقارير إماراتية، أعلن نادياً الوصل الإماراتي والريان القطري انسحابهما من صفقة التعاقد مع اللاعب الفلسطيني. التقارير أشارت إلى أن المفاوضات توقفت بسبب المبالغات المالية التي تم تداولها حول صفقة انتقاله، والتي كانت بعيدة تماماً عن الأرقام الحقيقية التي تم التطرق إليها في البداية. ونتيجة لذلك قرر نادي الوصل التوجه نحو التعاقد مع المهاجم البرازيلي سالدانيا بعد تعثر المفاوضات مع وسام. المهاجم الذي انضم للأهلي في يناير 2024 حقق العديد من النجاحات مع الفريق، أبرزها التتويج بلقب الدوري مرتين ودوري أبطال إفريقيا، كما سجل هاتريك تاريخي أمام بورتو في كأس العالم للأندية. الخبر الثالث يتعلق بالمدافع المصري الشاب إياد العسقلاني لاعب نادي روستوف الروسي. التقارير تشير إلى أن العسقلاني دخل قائمة المرشحين لتدعيم دفاع النادي الأهلي هذا الصيف. المصدر أكد أن الأهلي بدأ تواصله مع ممثلي اللاعب لمعرفة موقفه وموقف ناديه من إمكانية انتقاله. هذا يأتي في ظل عدم وضوح موقف المدافع أشرف داري من الاستمرار مع الفريق أو رحيله. العسقلاني الذي انتقل إلى روستوف في يناير 2024 من الإسماعيلي كان قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في سبتمبر الماضي، ولكنه تعافى مؤخراً، وهو الآن في مرحلة الاستعداد للعودة إلى الملاعب. كانت هذه أبرز الأخبار الرياضية لهذا اليوم. إذا كنت مهتماً بالمزيد من الأخبار والتحليلات الرياضية، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. شاركنا في التعليقات رأيك حول هذه الأخبار، وما هي توقعاتك للموسم المقبل. الآن ننتقل إلى الخبر الثاني، حيث أعلن النادي الأهلي المصري انطلاق تحضيراته للموسم الجديد. النادي أكد عبر صفحته الرسمية أن التدريبات ستبدأ يوم الاثنين المقبل 14 يوليو على ملعب مختار التتش في مقر النادي. ومن المقرر أن يقيم الأهلي معسكراً في تونس في الفترة من 18 يوليو لمدة 10 أيام استعداداً للموسم الجديد. كما علمنا من مصادرنا أن الدوري المصري سينطلق في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل. موسم الأهلي الماضي كان قد انتهى بعد الخروج من كأس العالم للأندية في مرحلة المجموعات، لكن النادي سيواصل استعداداته للموسم الجديد، بما في ذلك المعسكرات الخارجية التي يقيمها الفريق في أماكن متعددة مثل أمريكا والنمسا.